صباح الخير عليكم. معلش بقى يعني ما كنتش حابب ان احنا نوجع دماغكم، كفايه اللي انتوا فيه. امبارح لقيت في منشط نازل لطيف جدا، الهارب محمد علي. كان الاستاذ احمد موسى ومعاه والدي، وعامل المنشط كده الهارب محمد علي. يا احمد بيه، ازاي هارب؟ مش الاول قبل ما تنزل حاجه عندك تتحقق الاول من صحه المعلومه، ولا يطلع شكلك وحش؟ واحد، انا بقالي سنه تقريبا سايب مصر. خلال السنه دي انا نزلت مره مصر. خلال السنه دي ولادي كانوا هناك بيكملوا بقيه تعليمهم، ولسه مخلصين السنه دي وراحوا مع اصحابهم صيفوا في الساحل الشمالي، ولسه جايين من مصر بقالهم حوالي 20 يوم تقريبا او شهر. في خلال السنه دي برضو تمت بعض المعاملات، منها من حوالي شهرين فاتوا تقريبا، شهرين تقريبا او 3 اشهر. عندي عربيه فراري زرقاء بقالها معايا 10 سنين، يعني الناس عارفه او اصحابي عارفين ان انا عندي عربيه فراري زرقاء بقالها 10 سنين معايا. الفتره يعني دي معايا، يعني العربيه اتعرفت ان هي بتاعتي. لسه شاريها مني اسلام طاهر ابن اللواء طاهر رئيس الهيئه الهندسيه سابقا، برضو من حوالي شهر او شهر ونص تقريبا. الفيلا بتاعتي في مارينا اشتراها مني واحد اسمه احمد الحداد، واحمد الحداد باعها في خلال 15 يوم لمحمد رمضان. الفيلا اللي قاعد فيها محمد رمضان في مارينا. الشركه لسه ليها معاملات ما بينها وما بين القوات المسلحه، واحنا من حوالي اسبوعين او 3 مسلمين مشروع اسمه مول العاصمه في المنوفيه. مول العاصمه في المنوفيه. استنى بس، طلع لك حاجات كتير. ولسه بنعمل ملاحظات في فندق الشويفات، ولسه المناديب اللي معايا او الناس القائمه على اداره الشركه لسه بيروحوا القوات المسلحه الهيئه الهندسيه عشان نخلص المشكله اللي احنا فيها. تعاملاتنا مع البنوك شغاله وكل الدنيا شغاله. ازاي بقى انت جاي بتقول انا هربت؟ انا راضي ذمتك. يعني ازاي بتقول انا هربت؟ يعني انا كنت شغال جوه البلد وانا هربان؟ يعني عملت بعت الفلل والعربيات والحاجات ديت غصب عنكم يعني وانا هربان؟ نزلت مصر وانا هربان؟ سبت عيالي وانتوا ما جبتوش سيرتي ولا كنتوا رحتوا العيال عشان كنت هربان؟ انتوا يعني انا مكسوف. اللي منزل الخبر ده انت بتشرب ايه ولا بتضرب ايه؟ ركز ركز، عيب، شكلكم بقى خرا. ايه اي هبل بتقولوه كده؟ انا بجد مش مصدق يا راجل. ده الاستاذ احمد موسى كنت انا نزلت قلت لشركه التوزيع البر الثاني انا عايز الناس تشوفه، وده رساله مهمه، وكده كده انا خسرت فيه مش فارق معايا يعني، بس حاجه انا مؤمن بيها وحاببها وكنت مبسوط ان انا عملت الفيلم ده. فقلت له طلعوا اهداء للقنوات. المهم قال لي ايه، قناه صدى البلد وافقت ان هي تاخده اهداء. قلت يا نهار اسود، صدى البلد؟ وانا عارف ان صدى البلد تبع الحكومه، كمان عشان انا بشتغل في الفيلد ده فعارف يعني. قلت له طب مفيش مشاكل، صدى البلد صدى البلد. قال لي وهيعملوا لك برومو حلو، هيظبطوا لك الدنيا وبتاع. قلت له مفيش مشاكل. كانت اللي ماسكه الفيلم شركه الماسه بتاعت الاستاذ هشام عبد الخالق. اتفاجئت بعديها قال لك لازم تيجي تحضر حلقه، سوري، تيجي تحضر برنامج ايه؟ برنامج بتاع احمد موسى خضه. انا ما بحبوش، مع احترامي ليه طبعا يعني، كل واحد حر في وجهه نظر. فقلت لهم لا انا مش عايز اطلع معاه. قال لي لا ما ينفعش، طالما الفيلم بتاعك نازل لازم تعمل لقاء. بيعملوا لقاء مع بطل الفيلم او المخرج او بس لازم طبعا اكون موجود بصفه المنتج وكنت من ضمن ابطال الفيلم. لازم تحضر ايه الحلقه دي. المهم ما علينا، انا عايز الفيلم يتشاف. قلت خلاص اروح وامر الى الله. رحت وانا قاعد جوه لقيت حاجه غريبه جدا. على الشاشه بيبقى في ويتنج كده انت بتستنى فيه لحد ما يجهزوا يقول لك اتفضل تخش تعمل المقابله بتاعتك. لقيت ايه؟ شاشه وقدامي كده ايه؟ هاشتاج ارحل يا سيسي.
فقلت هاشتاج ارحل يا سيسي وانا في قناه صدى البلد. هاشتاج ارحل يا سيسي، يعني مش فاهم حاجه، انا مش متابع قوي التلفزيون او الحاجات دي. فببص لهم قلت لهم هاشتاج ارحل يا سيسي ايه؟ قالوا لي معلش اصل في لقاء دلوقتي على الهوا مع الريس ومنزلين له هاشتاج ارحل يا سيسي. اليوم ده انا كنت فيه في قناه صدى البلد، والسيد احمد موسى بيعمل معايا لقاء انا بتكلم فيه عن فيلم بيقول الهجره الغير شرعيه، اللي بيقول ان العيال وشبابنا واحنا بنموت في البحر بيبلعنا، بنسيب بلدنا وبنسيب اوطاننا من الفقر والجوع والذل والعباده وكل حاجه. يعني الفيلم بيتكلمش غير عن كده. ازاي الريس طالع في مؤتمر بيكلم الشباب بيقول لهم الدنيا وردي وحلوه، وانتوا جايبيني في برنامج نفس البرنامج ونفس الحلقه بتاعته بعديه مباشره انا بقول لكم الناس مش لاقيه تاكل، الناس بتغرق. يعني حتى تناولكم للمواضيع اعلاميا مش مركزين. انت المفروض ما تجيبش فيلم البر التاني ده يسيء اليك، ده مش يضيف لك بونص، لا بالعكس ده يخصم منك. وعندكم القناه وعندكم الحاجه وترجعوا هتجيبوا الحلقه بتاعت انا واحمد موسى وهتلاقوا في نفس اليوم ده بالفعل كان الموضوع بتاع هاشتاج ارحل يا سيسي. سبحان الله، يعني اتجمعنا انا وانت في اليوم ده ازاي؟ انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه؟ نتكلم بقى يا سيد على الموضوع او الشغل جوه الجيش بيتم ازاي. مثلا طبعا انا يعني بقالي مثلا 8 سنين وانا عايز اخرج من الجيش. زي ما قلت انا راجل بشتغل حر. كان في فساد زمان كان في، بس الناس كانت عايشه وكنا هنعمل ايه؟ لكن المره دي ده في موت. يعني حتى لما لقيت الاخوان هيوقعوا البلد او دي كانت وجهه نظري، قلت لا ارحل. ولما لقيت السيسي كده للاسف بقيت اقول ارحل زي ما انتم شايفين بقى، طلع عليا بقى ايه خاين الوطن وهربان وبتاع، يعني الحاجات اللي هو بيقولوها الله يسهل لهم. نخلينا في موضوعنا. بيشتغلوا ازاي؟ قال لك اول ما مسك بقى ايه سعادته وزير الدفاع محمد علي، انت من الشركات اللي هتقدم رسومات عشان هنعمل بيت للفريق عبد الفتاح السيسي. ايه ده؟ هو ده اللي هيمسك ولا ايه؟ هو خلاص هو مكان المشير وعايزين نجهز نفسينا وبتاع ومش عارفه ايه. المهم الراجل ايه مسك، واحنا بنعمل التصميمات وبنعمل الديزاينات، مش انا بس كشركه، كذا شركه عشان نقدم له البيت اللي سعادته هيختاره يقعد فيه. المهم اختار النموذج اللي مقدماه مجموعه املاك، المجموعه اللي انا فيها. هيعمل البيت ده؟ قالوا لي عاجبه البيت ده. طيب حاضر، نعمل بقى احنا المقايسه والمكتب التصميم بتاعنا، الناس المعماريين بيعملوا بقى المقايسه طبقا للمواصفات اللي هم حاطينها، نوع التشطيبات والخ. الساده المقاولين واصحاب الشركات او اللي بيشتغلوا في القطاع ده هيعرفوا كلامي ده. عملنا المقايسه، رحنا نقدمها. قال لك دي بكام دي؟ 20 مليون. قال لك لا احنا عايزينها تقل كتير، الراجل مش هيرضى. طيب نعملها بكام؟ حاجات غريبه كده وافلام كتيره في مهاترات تنزل تطلع لازم يعمل معاك هو الشغلانه دي. المهم احنا وصلنا في الاخر ل 25 مليون، هنشتغل البيت ب 25 مليون. قلت ايه خلاص اتس اوكي. وكنت بعمل الشغل ده باسم شركه ثانيه لان الجيش كان في حد برضه عامل معانا مشكله وكان عامل لي وقف نشاط ايامها، فكنت جايب شركه ثانيه وفي ناس كتير عارفه الموضوع ده. مهندس اسمه المهندس هشام حشيش، ده اللي كنت احطه الواجهه وانا اللي كنت بشتغل، وشركتي والشركه عندنا هي اللي كانت بتنفذ. واحلى حاجه ان الكلام ده الوفات مؤلفه تعرفوا، الوفات مؤلفه. يعني بصوا احنا كل حاجه بالدليل، مفيش حاجه اسمها نتكلم كده زي موضوع هربان شكلك بقى وحش اهو مش هتلاقي لها اجابه، فخد دي بقى كده وعايزك تبقى راسي يا احمد يا موسى عشان تعرف ترد. بتقدم انت بقى المقايسه، راحوا قالوا لنا ايه 25 نفذ ب 25، واحنا بننفذ ب 25. طبعا الفيلا وصلت ل 60 مليون. 60 مليون زي ما شرحت لكم قبل كده، احنا بنعمل خرسانات، بنعمل التشطيبات كامله في جهه منوطه بالفرش اسمها اداره شؤون معنويه.
دي بقى اللي بتفرش النجف والكنب والحاجات وتجيب المطابخ، يعني ايه؟ عشان يبقى كل واحد عنده شغله، محدش يخش على حد. ساعات كانوا بياخدوا مننا برضه شويه غسالات، شويه حاجات، يعني مفيش مشاكل لو احنا كشركه اداره شؤون معنويه عايزين نزق معاها زقه. لازم نعمل البيت للراجل. احنا بقى بنعمل البيت للراجل، وكانت مصر ساعتها فيها احداث اللي هي ما بين الاخوان والمدنيين، او مش عارف انا مكسوف اقول ايه، يعني ما بين اخوات بعض، يعني كانت في مشكله ما بين الاخوات، انا مسميها كده اخوات واختلفوا، مش مشكله يعني، عادي كلنا بنختلف. الخناقه تحت في الشارع، وانا كنت من ضمن الناس اللي موجوده في الشارع في الاتحاديه، ومش هكذب كنت زعلان من الاخوان او طريقه العنف او طريقه الطبنجات او ضرب النار او الحاجات اللي بيعملوها دي. anyway دي بقى موضوع اداره بلد، وكل واحد فينا بيفكر في بلده بوجهه نظره وتحترم. تليفون جالي، انت فين؟ يا عم فكك من المواضيع ديت والحركات، انت ايه اللي رماك الرميه السوداء دي بتاعت الثورات والمظاهرات؟ ارجع بسرعه، الفريق عبد الفتاح السيسي هيعمل زياره للاستراحه. قلت له انا ماليش نفس، مش الشغل شغال 100 وكمان الشغل مش باسمي، يعني مش لازم ابقى موجود. قال لي لا انت لازم تبقى موجود، ده هشام حشيش اللي كنت انا حاطه الواجهه لينا. اخدت بعض ورحت الاستراحه. والله العظيم قعد في الكرفان كده، طبعا الدنيا اتقلبت، لقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي جايب البرنس ولابس لكلوب والمدام والاولاد وبيلفوا على البيت، والدنيا طبعا بقى متدربكه. ايه تطلب حاجه، ماما مش عجباني الاوضه، اللون ده حلو، لا اللون ده وحش. طبعا احنا ماشيين معانا، هم بقى ماشيين معاهم الورقه كده رجالتي واللواءات، الورقه كده والقلم. نجف حاضر، الكنبه دي مش حلوه، اوكي. الحمام ده فيه يتغير يا فندم، اللوحه دي تتغير يا فندم. طبعا نفذ اول ما يمشوا، لازم ننفذ على طول. دول بصوا وشافوا وسجلوا بعينيهم واذكياء جدا، واحيانا كانوا بيجوا معاهم مهندسه برضه تيجي تباشر المواضيع. طيب منين انت راجل وزير دفاع وعندك قدام الاتحاديه الاخوات بيقطعوا بعض، وانت بالك رايق قوي قوي قوي، بتاع فقراء قوي قوي قوي، جاي انت والمدام والاولاد بتتفرجوا على البيت، مع انك قاعد جوه في الحلميه في البيت القديم، واحنا هدينا البيت بتاع اسمه عبد الحكيم عامر، كان المشير سايبه بقاله 100 سنه كده، ورحنا قال لك اعمل فيه ترميم، ورحنا لقينا قلت لهم لا، جبنا تقرير من جامعه عين شمس قال لك لازم تهدوه، هديناه وعملنا واحد. والميزه ان هو في الحلميه، وكمان عشان بالادله احنا رفعنا السور رفعه مهببه يا رجاله، يعني تقريبا قربنا نعمل السور بتاع سور الصين العظيم. والله. والناس هناك حته شعبيه كده برضه اللي احنا مولودين فيها، ممكن يصوروا وينزلوا ده على الموبايل. عملنا سور صرفنا مصاريف رهيبه على السور. وانا حتى قلت لهم، وعاملين بقى زحمه هم عند الحلميه قافلين بوابات وعاملين مش عارفه قلت له يا باشا طب انتوا ايه اللي بيجبركم انك تقعدوا معالي الوزير هنا؟ طب ما في قطاع كبير اسمه الهايك ستيب ومؤمن من كل الجوانب، ما يروح يقعد فيه، بدل ما هو مضايق على الناس ورفعنا عليهم السور وقافل لهم شوارع. هو احنا لازم نخنق في الناس؟ ما بنرتاحش لما نخنق الناس. وانت عندك قطاع اسمه الهايك ستيب واسع ملعب يا عم، ما تعمل فيه الاصل. لا، لازم نعمل في الحلميه. وعملنا له بقى اللي في الحلميه، والسيد الرئيس كل يومين ثلاثه يجي يباشر البيت هو واولاده. انت عندك دماغ اللي كده؟ انت كنت رايق لده؟ مش عارف ازاي، سبحان الله. احنا فورة قوي. كمان الفريق صدق طبعا، عشان نكون برضه فير، احنا وضبنا له بس حاجات بسيطه، ما عملناش راجل مهدش، راجل كان بسيط ومسالم وراضي باللي بيعمله عبد الفتاح السيسي. يعني مثلا يقول لك رفع كفاءه المنزل بتاعت صدقي، خلاص كان حلو قوي على قده. ده لما كان وزير الدفاع، احنا لسه بنبدا معاه بسم الله الرحمن الرحيم، وكان عملنا له البيت بتاع الحلميه ووضبنا لصدقي غير اللاندسكيب وشويه المصاريف اللي بره، فممكن تخش لها زي ما قلت لكم. بس معلش انا كنت بشتغل في اكتر من 2 مليار ومشاريع كتيره جدا، فمش فاكر الارقام بالظبط، سامحوني في ده، لكن في كل حاجه بورق هناك كله مظبوط. وبعدين سيبكم من الارقام، بصوا على الهيكل، والناس المهندسين واصحاب الشركات يعرفوا يعملوا تقييم، لان انا بقوله البيت في الحلميه يعني مش بعيد. الناس الطيبه اللي ساكنه حوالين البيت لو طلعوا فوق كده هيشوفوا الفيلا، يعني باينه خالص زي الشمس.
وفاكرين الوقت اللي احنا اشتغلنا فيها يوم لما مسك وزاره الدفاع. اولا ليه هلك المصاريف الرهيبه دي في البيت؟ هل كان المشير قاعد في شقه اوضه وصاله مثلا؟ قاعد في اوضتين وصاله، عندك عيال اكتر منه؟ يعني ما تقعد في البيت اللي هو كان قاعد فيه حضرتك. ولا هو نفس الموضوع برضو؟ ما دام انتصار ماشيه معانا يكي دخلت برضو عرفت تنام مكان مرات المشير، فهدينا بيت عبد الحكيم عامر وعملنا لها بيت جديد عشان هي بتقرف. لازم نراعي ان دايما طنط انتصار بتقرف، دي لسه ليها سلسله معانا بقى. ما احنا كان اول تعرفنا عليه انا محمد علي والناس اللي معايا في الشركه لما بقى وزير دفاع، لكن قبل كده كنت ما اعرفوش وما اسمعش عنه يعني. فجاه كده هو طالع كده بسم الله الرحمن الرحيم. بوضح للناس انا اتكلمت وعارف اني مش هاخد فلوسي، واكيد طالما اتكلمت يبقى مش هاخد ولا جنيه اصلا. انا ما خدتش قبل كده عشان هدوني بعد ما اتكلمت. انا بعد ما اتكلمت زي ما قلت لكم هم هيفكروا قواضي كتير، وفي الاخر هيشوفوا لي حد يختلني ولا لا، ومش فارقه معايا. انا بايع القضيه بالكامل. بص شوف انا مستور اهو، بس كونك انك تجرحوني في كرامتي وانا قلت لكم يعني كنا قاعدين مره في اجتماع وبقول لهم المشاريع اللي احنا بنعملها للبلد دي يا فندم مش هتدخل انكم للناس، وشايف ان ده هلك فلوس على الفاضي. ما كملتش الجمله قول لي انت بتتكلم في سياسه؟ انا بتكلم في سياسه. سياسه ايه؟ انا بتكلم في اقتصاد في بزنس عادي يعني. وبعدين سياسه ايه؟ وانا الدكتور محمد علي ده انا بقول لك انا اخري جامعه مفتوحه سنتين ما كملتهمش. انت بتتكلم في سياسه؟ حاسب على نفسك. يومين ثلاثه كنت بتحول على طول قطاع عسكري بشياكه. عليك فلوس للقوات المسلحه وعليك مديونيات على طول. قلت الكلمتين حتى ما تسال نفسه سؤال يعني. الا ما انا يعني مثلا دكتور ولا استشاري ومعروف في الموضوع دوت، فلما اجي اقول الكلمه دي هتحوق هم هيتخضوا مني وهيسمعوا كلامي وينفذوها عشان طبعا ان المشاريع دي مشاريع باطله ومش هتدخل انكم للناس. فخلاص محمد كده هيطبق النظريه بتاعته اللي انا زي الغلابه يعني. احنا بننفذ وبس. حضراتكم في الجيش لازم تعرفوا حاجه، وانت شغال في الجيش ما تقولش غير كده. ما تقولش غير كده. اوامر يا فندم، حاضر يا فندم، خدامك يا فندم، تؤمرني يا فندم. مفيش حاجه ما تقدرش تقول حاجه. اذا انا بحكي لكم ده اللي كان جوايا، لكن قدامهم لا طبعا اوامر يا فندم، حاضر يا فندم، خدامك يا فندم. وفي الاخر ما يحاسبوناش على الفلوس، وبعدين يقول لك انتوا فقراء قوي. احنا مش فاهم هو احنا فقراء ولا اغنياء؟ احنا اتمخمضنا في الحته دي. يبقى ده اول بيت عملناه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الساعه 17 مع شويتين 3 دقايق. فضلنا بقى ان هو بقى وزير الدفاع، عملنا بقى وضبنا قاعه المجلس العسكري ووضبنا له المكتب بتاعه، عد بقى في ملايين بقى واحسن حاجات واحسن خامات، ويعني تظبيط عالي المدى بقى. وزير الدفاع الجديد بقى لازم نعمل معاه السليمه، لازم الجيش يظبطه، مش مشكله. خلي بالكم كانت في ناس في الجيش ده حقيقه محترمه جدا وكانت غير راضيه على اللي بيحصل ده، بس برضو قلت لكم زي غلابه مش هقدر اتكلم جوه مصر، هيتنفخ زيه زينا، لازم يكت وبعدين يتكلم. لكن لو اتكلم هو هناك هيتنفخ، هتنزل عليه لسته احكام واحتمال يعدموه كمان. عشان كده يعني هما بيخافوا. وفيهم فجر زي ما انا بحكي عليهم دول بقى، دول الفجر دول، وبالذات بقى العصر بتاع السيسي يعني فاجر وقادر. جينا عدينا الفترة اللطيفة والراجل صحينا من النوم الصبح وبقى في 30 مليون وبقى رئيس جمهورية مصر العربية. حاجة جميلة وحاجة فاخرة، متشكرين يا باشا. أنا برضو زيك زي محمد مرسي كنت مش مرشحك وغير راضي عنك، ولكن خلاص طالما الناس اختارتك أنا بحترم دايما رغبة الأكتر يعني الأغلبية. وبرضه خلاص، لكن أنا بالنسبة لي برضه أنا غير راضي عنك وغير راضي على أدائك. مع احترامي ليك الشديد يعني. المهم فجأة قال لك احنا عايزين نعمل 5 قصور، سوري 5 فيلل كبار وقصر. فين؟ قال لك في الهايك ستيب. في الهايك ستيب ليه؟ قال لك عشان تأمين للرئيس. هو بقى كان وزير كان في الحلمية، دلوقتي بقى رئيس بقى، يبقى قطاع الهايك ستيب. وده اللي مؤمن، وده اللي مفيش نملايه تقدر تخش له ولا فسفوسايه، مع انه السور متفشخ من كل حته. احنا ممكن نخش نفشخ في الهايك ستيب، مش عارف ايه اللي مؤمن يعني.
امريكا تجيبنا بصاروخ وهي نايمه على المتغطيه بالبطانيه، مش فاهم. مؤمن ماشي، خلينا معاهم مؤمن. 5 فلل، قال لك هنعمل 5 فلل. معلش بحب اشخبط وانا بتكلم. هنعمل 5 فلل، وال5 فلل دول نعمل لهم 5 انفاق يطلعوا على على مباني اداريه. 5 مباني اداريه، كل مبنى 3 ادوار. ليه يا باشا؟ قال لك ال5 اللي هم بيديروا البلد مع عبد الفتاح السيسي هيكونوا قاعدين جنب بعض هنا، اللي هم بقى في الجيش مثلا، قائد الجيش الثاني، قائد الجيش الثالث، رئيس قائد القوات الجويه، يعني ايه، حطوا اسماء مهمه كده. ال5 بصوا ركزوا معايا، ال5 5 فيلا. وبعد كده نفق، مع اننا جوه الهايك ستيب، احنا جوه الهايك ستيب، انا مش فاهم ليه برضه، مع ان هو مؤمن هم اللي قال، بس برضه جوه الهايك ستيب هنعمل نافق. والنافق ده يطلع على فين؟ يطلع على مبنى اداري 3 ادوار. يعني لو القوات الجويه اللي مهمين مع الراجل اللي بيديروا القوات الجويه مثلا 20 مكتب ولا بتاع، هناخدهم في ال3 ادوار، لكن بقيه القوات الجويه هناك. لكن الاداره هتتم من هنا، من الهايك ستيب، من ال3 ادوار. هننقل الناس بس المهمه، ونعمل قصر بقى كبير على الناصيه. ايه القصر ده بقى؟ قال لك ده بقى بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بقى القصر الكبير ده اللي بيخوف بقى، عامل كده وهم بقى 5 فيلل صغيرين، وهو بقى ونعمل له نفق على المبنى بقى بتاعه هو الكبير. بقى المبنى بتاعه هيزيد دورين، عشان بقى مبنى كبير. ما هو طالما انت يعني اسمك بيكبر لازم الدور بتاعك يكبر، يعني ممكن توصل لحد 100 دور. ونعمل له برضه نفق. مش فاهم، هم كانوا محرومين انفاق، كان نفسهم في انفاق، عايزين يعملوا زي الافلام الانجليش بقى، الناس الاغنياء دول اللي بيطلع من البيت ويقوم نازل من النفق رايح على الشركه، مع اني ما شفتهاش قبل كده بس شغال يعني. كانوا بيطلعوا على البحر وهو عايزين يطلعوا على المكتب، مش فاهم ليه. بس برضه وجهه نظر وتحترم، وهم عندهم علم الهندسه مش احنا. وعلم الاداره وعلم الاسماك. بولتي، قائد قوات البولتي، ماشي. ابتدينا نشتغل، جابوا اوراسكوم وجابوا ابناء علام وجابونا وجابوا الدنيا كلها، وطحن طحن طحن 24 ساعه، عشان الرئيس تقريبا بيرجع في البيت، محتاج يقعد في القصر عشان يعرف يدير الدوله بقى. احنا مش هنهرج بقى، احنا مش فاضيين بقى، يلا نخلص الراجل البيت بتاعه. طبعا طلقه شغالين 24 ساعه. وبعدين في الاخر قال لك لا مش هيقعد هناك. ياه، احنا بقى ايه، احنا تعبنا. الراجل عايز ايه الراجل ده؟ قال لك ده هو قرر يعمل حاجه، فكره كويسه، الله اكبر عليه. هيعمل حاجه اسمه الكيان. الكيان ده بقى ايه؟ الكيان ده بقى المشروع المهم جدا اللي هنلم فيه كل القوات المسلحه جوه. ده بقى موضوع كبير قوي، موضوع الكيان. 5 فيلل اللي في الجولف هتكلم عليهم. طريقه اداره الجيش زي ما انتم شايفين. تعالى اعمل الفيلا ديت. طيب لا يعني بنعمل مقايسه، احنا الشركه اللي بنعملها، بنتفق معاهم على الاسعار، بنقرب وجهات النظر، حته ب 100، لا ب 120، لا عندك ب 50، مبروك عليك، تحس ان انت بتشتري كيلو فاكهه، تاخد الشغلانه. ممكن تسرق براحتك انت كمقاول زي ما انت عايز، محدش داريان بحاجه بقى، ما انت اللي بتعمل الطبخ. تروح تشتري كراسات، تجيب لك 3 4 شركات يروحوا يشتروا الكراسات، ما بتاخدش اقساط. الكراسه الثمن بتاعها طبقا لتعليمات المدير ب 20,000 ب 30,000 هو ومزاجه، لان الفلوس دي بتبقى مخصص مالي ليه، هنتكلم فيه برضه باستفاضه. ال3 شركات او ال4 شركات عارفين بعض. خد يا عم الحته دي النهارده، انت بكره، انت بعد بكره. انا مش قادر افهم، ده مش فساد؟ بجد انا راضي ذمتكم، ده مش فساد؟ انت ما بتخلقش عندي ان انا كده ممكن ابقى فاسد واسرق البلد؟ ما انا اللي بقرر، ما انا المقاول. كام بقى شركه بتعمل الموضوع ده؟ ازاي شغالين بكده وبتقولوا احنا عايزين نقضي على الفساد؟ انا هتكلم بعد كده على التفاصيل بتاعه الشغل بتتم ازاي، وعايز مكاتب المحاسبات العالميه تقول لي ان السيكونس ده مظبوط 100%. انتم اهل العلم وانا بتناقش معاكم، وزي ما قلت لك انا
تانية كليه التجاره وخرجت من ساعتها جامعه مفتوحه. فبتناقش مع حضرتك ومش عايزين يبقى في نرفزه ومش عايزين يبقى في عصبيه، وبلاش تهم بالباطل. تعالى احسن نشتغل مع بعض فير. يجوز عندنا اخطاء فهمها لي كمواطن، ومش بقول طبعا اللي معاليك انت اللي تفهمني، اكيد في ناس مفوضين من قبل معاليك هم اللي يطلعوا يردوا عليا. مفيش داعي اللي احنا بنعمله ده بتاع هتك الاعراض والحاجات اللي مش كويسه دي. كل واحد حر في حياته، انا ما بدورش على حياتك الشخصيه ولا بسال على حياتك الشخصيه. واذا كنت بكلمك على الفلوس بتكلم على فلوس الدوله، ما بكلمكش على فلوسك الشخصيه. فلوسك الشخصيه انت حر فيها، تعمل اللي انت عايزه. حياتك الشخصيه تكلم ديت ما تكلمش دي اسمها يور لايف، حياتك. انا ماليش علاقه بيه، فارجوك مالكش علاقه بحياتي الشخصيه. خلي حد مفوض من الناس اللي عندي معاليك تطلع ترد على الكلام اللي بقوله. مهم جدا جدا جدا. هتكلم المره اللي جايه ازاي بناخد الشغل واداره المشروع بتتم ازاي، وعايزكم تفكروا في ده. الهيئه الهندسيه دي هي المنظومه الكبيره، يعني دي بتاعت المهندسين، قطاع المهندسين عملوها في الجيش، دي الخاصه بالهندسه اللي بتدرس كل حاجه تخص الجيش. متقسمه الى اداره الاشغال العسكريه ودي بتعمل منشات 7 ستار، اداره المشروعات الكبرى ودي اللي بتعمل المشاريع الكبيره قوي مش فاهم، اداره الميه والمسؤوله عن الميه، اداره المهندسين ودي بتعمل برضه مشاريع بس هي متخصصه اكتر في الطرق. انت كل الادارات، واداره المساحه اللي هي بترفع المساحات بتاعه الارض. ايه كميه الادارات الوهميه دي؟ يعني ليه؟ انت بتعمل دوله جوه الدوله، وخلي بالك بقى المشكله ان كل الادارات دي بتشتغل مشاريع خاصه، يعني حتى مش بتشتغل حاجات الجيش فقط، لا دي بتاخد مناقصات من الحكومه وبتشتغلها وبتنفذها، يعني من دقنه وفتله، صح؟ طبعا ده غير جهاز الخدمات العامه اللي بتعتبر القوات المسلحه ايه؟ ليه قانون لوحديه. دي بيقول لك اسمها شركه مع انهم لابسين ظباط، بس يقول لك لا دي شركه، وليها نفس الافرع برضه، فرع للطرق، فرع للانشاءات، فرع الايه. وانت لا بتدفع تامينات ولا ضرائب ولا دمغات ولا قيمه مضافه ولا نيله سودا، واحنا اللي بندفع. ازاي؟ وداخل تنافسنا، بتنافس ولاد بلدك، الحكومه بتنافس ولاد بلدها. انت بتعمل شركه قصادي ومدي نفسك امتيازات اعلى مني، ومحتاج ان انا انافس ازاي حضرتك؟ ده هنتكلم فيه بعدين باستفاضه. واسف جدا جدا لموجع دماغكم، بس معلش لازم يعني بلدنا، ولازم نشوفها بتدار ازاي، وهل ده من مصلحتنا ولا من مش مصلحتنا. واكيد في ناس هتتكلم او ما اتكلمتش، بس في ناس كتير قبل اتكلمت وفي ناس ماتت ويبقى لها الشرف. انا الحمد لله مبسوط وراضي عن حياتي، بس هم يحلوا عن دماغي ويخلوني نتكلم معاهم بس كلمتين كده اخوات. انا مش عايز حاجه اكتر من كده، يعني انا عايز رد محترم، ونتمنى نشوف بلدنا في الاحسن، واتمنى ان هم يخلفوا ظنوني والاقيهم احسن. انا مش بكره حد، انا لا بكره لا اخوان ولا مدنيين ليبراليين ولا علمانيين، ولا بكره اي حد. اللي هيسبب البلد النجاح، طب ما هو النجاح لينا كلنا، يعني ما انا هبقى مستفيد. واحنا ما بنشتغل ليه؟ ما انا عشان عايز اكسب، يعني مش حاجه عيب يعني ولا حرام. ومتشكر جدا وصباح الفل.